السلام عليكم، اهلا بكم في قناتي سويت وميت. النهارده هنعمل مع بعض شاورمة الفراخ في الكريب بالتومية، ان شاء الله بطريقة سهلة وبسيطة. هتحبوها جدا واتمنى انكم تجربوها. اول حاجة هنبتدي بتتبيلة الفراخ. معانا هنا علبة زبادي. انا هعمل يعني زيادة، يعني حوالي كيلو الا ربع من صدور الفراخ او الفراخ المتقطعة قطع. حطيت كوباية زبادي وحطيت فلفل اسود من كل حاجة، يعني معلقة ممسوحة كده صغيرة، بس طبعا مش كل حاجة، يعني في حاجات اقل. وهحط رشة من القرفة، ورشة من البابريكا، ومعلقة سكر صغيرة او عسل ابيض. وهحط نص معلقة صغيرة من السماق. انا بفتكر كده، بشوف نفسي وانا بحط في الفيديو عشان افتكر المقادير المظبوطة. وكمان رشة من الكزبرة الناشفة، وعصرة نص ليمونة، يعني نص ليمونة بس على الكمية دي، مش هنكتر قوي لان اوريدي السماق اصلا يعني بيبقى مزز برضو. ممكن على فكرة نستغنى عن الليمون ونكتفي بالسماق، والعكس صحيح. وفي حاجة كمان بس انا هحطها يعني بعد كده، انا نسيت احطها في التتبيلة، وهي التوم باودر والبصل البودر. يفضل ان انتوا تحطوه في التتبيلة، بس وانا بسويها افتكرت وحطيت. وبعد كده طبعا حطيت الملح، وهحط صدور الفراخ اللي انا مقطعوها قطع صغيرة كده بالطول، او تخلي يعني بتاع الفراخ هو اللي يقطعها لك. وحطيت الفراخ في التتبيلة وقلبتها، وكل بقى ما تقعد في التتبيلة اكتر كل ما تبقى احلى. انا يعني اقل حاجة، اقل وقت يتحط ساعتين، مش اقل من كده. وطبعا كل ما تقعد ممكن تحطيها في الفريزر كمان يعني. بعد كده بقى، بعد ما اتبلت واخدت وقتها، جبت الطاسة وحطيت معلقة سمنة، يعني معلقة سمنة كبيرة وشوية زيت صغيرين جدا. وهحط عليها الفراخ الشاورما اللي انا متبلاها في الطاسة كده زي ما انتوا شايفين. هنوزعها بعد ما الطاسة تسخن قوي. انا ما كنتش هعمل الكمية دي كلها، خدت نصها او ازيد من نصها بشوية يعني. واحطها كده في الطاسة زي ما انتوا شايفين، علشان كده تاخد الصدمة بتاعة الطاسة. وبوزعها كده وافردها زي ما انتوا شايفين. هنا بقى كنت افتكرت التوم باودر والبصل باودر فحطيته، بس مش اشكال يعني، جت سليمة وان انا افتكرت. وهقعد بقى اقلب كده لغاية ما الفراخ تستوي معانا. هي مش هتاخد وقت خالص. انا عايزة بقى بعد ما تستوي كده اديها يعني ايه، لسعة بسيطة، مش طبعا تتحرق، بس عايزاها تبقى ناشفة وتاخد لسعة كده عشان تديني تست الشاورما اللي هي ايه، بتاعة المحلات. بعد كده مقطعة فلفل شرايح الوان واخضر. هحط الاول الفلفل كده، انا مش عايزة الخضار ده يستوي، انا عايزاه بيقرمش كده زي ما هو. وبعد كده حطيت طماطمايه ناشفة مقطعة برضو. انا طبعا معلية النار عشان تاخد اللسعة دي، وعشان الخضار ما ينزلش ميته لازم تبقوا معلين النار، عشان كده الطاسة غمقت مني شوية، بس اوريدي كان الفراخ والخضار ما حصلهمش حاجة يعني. وبعد كده حطيت البصل، حطيت الفلفل، بعد كده الطماطم وقلبته، وبعد كده البصل اخر حاجة. وطفيت بقى النار عليها، واخر حاجة حطيت البقدونس، يعني بعد ما تطفي النار تحطي البقدونس. انا عايزة الخضار يبقى طعمه كده ليه قرشة، يعني ما يبقاش دبلان، لان انا مش بعمل فاهيتا، انا بعمل شاورما. بعد كده معايا بقى التومية. هحط لكم الرابط بتاع فيديو التومية في صندوق الوصف. ايه هو صندوق الوصف؟ تضغطوا على عنوان الفيديو هيجيلكوا صندوق الوصفة. انا عاملة قبل الفيديو ده فيديوهين كده وصفة التومية، سهلة جدا وما بتاخدش اي وقت. حطيت بقى هنا الفراخ اللي انا عاملاها، وكنت مقطعة خيار مخلل وريته لكم كده. فردت التومية، المفروض التومية تتفرد تحت الفراخ بس انا نسيت برضو، معلش يعني سامحوني. وبعد كده حطيت الحشوة بتاعت الفراخ الشاورما. هنا بقى حطيت التومية كده صح، فرد التومية كده. وبعد كده حطيت الشاورما. وطبعا الكريب ده جاهز، انا مش عاملاه في البيت، بنجيب الكريب او عيش سوري بقى او عيش شامي، وممكن عيش بلدي كمان، والله بيبقى حلو جدا يعني، اتصرفي.
وبنلفه اللفه اللي انتوا شايفينها دي. حابين بقى تعملوا اللفه المثلثه دي، بصراحه انا دي بفضلها عن المثلثه. هنا بقى معايا طاسه حطيت فيها شويه زيت مش كتير، علشان بقى نحمص كده ايه الكريب. يعني مش مستاهله ان احنا نحطه في فرن، هو ياخد بس ايه اللسعه اللي بره دي. وبعد كده بقى ايه طبعا على نار عاليه، مجرد ما بيتحمص التحميصه البسيطه دي وبنقلبه الناحيه التانية ونقعد بقى نضغط عليه. انا هنا حطيت شويه زيت علشان كان يعني الكريب شفطه شويه كده، لان طبعا الزيت اللي بيحمص لي الكريب. وبنقلب الناحيه التانية. حابين تحطوا جبنه موتزاريلا زي ما تحبوا. عايزه اقول لكم التوميه في الوصفه دي يعني جامده جدا يعني بصراحه. اقول لكم تاني وصفه التوميه، هحط لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف. هتضغطوا على عنوان الفيديو هتلاقوا هتلاقوا في صندوق الوصف رابط الفيديو، هتضغطوا عليه هيجيلكوا وصفه التوميه سهله جدا ومتاخدش اي وقت وبسيطه يعني. هنا بقى بعد ما اتعملت عايزه اقول لكم احلى كريب شاورما هتاكلوه، سهل جدا. ويعني عايزه اقول لكم ده لو اشتريتوه من بره، يعني طبعا انتوا عارفين الاسعار دلوقتي عامله ازاي. جربوه مش هتندموا. طبعا متنسوش اللايك والاشتراك، والسلام عليكم. باي.